السلام عليكم. أعتقد صاحبة هذه الصورة ما في واحد أو يمني إلا ويعرفها لأنها صاحبة نثرات. لكن اليوم سمية اللي هي طبعا اسمها سمية عملت نثرة تاريخية وبكل أسف، وقامت بقتل زوجة العاقل مع العلم بأن زوجة العاقل حامل وبكل أسف. تفاصيل هذه الحادثة تعالوا. حسب الأخبار التي وردت إلى الآن بأن كان في مشكلة ما بين العاقل وما بين سمية، وحصل بينهم أقسام شرطة وطلبات، وهذا يطلب هذا وهذا يطلب هذا، اشتدت الأمور ومشتدة بينهم. فعشان هذا المشاكل اللي بينهم راحت زوجة العاقل إلى بيت سمية. فيبدو أن اللقاء هذا اللي كان بين زوجة العاقل وسمية كان هو اللي قسم ظهر البعير، زي ما يقولوا القشة التي قسمت ظهر البعير. اشتد الكلام واشتدت المشكلة وانتهت بهذه الكارثة. فخلونا نسمع هذا الفيديو لسمية وبعدين تعالوا. ما عنديش أي حاجة أخسرها، كل أسرتي ماتوا في الحرب، أطفالي ماتوا في الحرب، خسرت كل شيء في الحرب، أجعل أنا أخسر؟ مثل ما سمعتوا سمية ما عندها شيء تخسره، يعني من الآخر مثل اللي يقول لك أنا بايعها وما يهمني أي شيء في هذا الأرض. وواضح دائما من فيديوهاتها اللي كانت تسويها والمقاطع اللي بتظهر فيها إنها إنسانة بايعة الحياة. وهذا الدليل، الفيديو هذا وكلامها دليل. شخص خاسر كل شيء في حياته، عياله، أهله، كل شيء، ما عنده شيء يخسره. فيجي لك شخص مثلا يكرهك في حياتك، أو أنه يسبب لك مشاكل، أو أنه يتحرش فيك بأي أشياء وأنت طالع وأنت رايح وأنت جاي وبيأذيك في حياتك. من الطبيعي جدا يحصل اللي يحصل. هذا مش تبرير لسمية، ولكن مش كل الناس تقدر تتحمل، مش كل الناس تقدر تصبر، مش كل الناس يصبروا على الضغوطات أو على المشاكل. هي خسرانة كل شيء، خسرانة كل شيء إلى الآن، ما في شيء واضح. لكن هذا تحليل شخصي لسمية ووضعها والوضع اللي وصلت إليه والكارثة الذي حصلت. بس إنه أنت عندك هذه زوجة العاقل بأي حق مثلا إنها تروح إلى داخل منزلها، سواء كانت حتى لو كانت تكلمها وما فيش لها نية مثلا إنه يحصل سوء، لكن تعتبر الآن دخلت في موضوع الدفاع عن النفس، وتقول لك أنا دافع عن نفسي، أو إنه متهجموا عليها، أو إنه تبريرات كثيرة. المهم حتطلع في هذه القضية. لكن هذا هو الأساس، وهذا هو اللب الموضوع، إن سمية واضح عليها جدا، ومن كلامها ومن أسلوبها ومن كل شيء تفعله إنها إنسانة لا تملك شيئا عشان تخاف عليه. ما عندها شيء تخاف عليه، ما عندها شيء غالي عليها تخاف عليه، كل شيء غالي راح. وهذا الموقف ما هو مع سمية فقط، الموقف هذا مع عشرات ومع مئات الآلاف من اليمنيين، بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب الحرب وبسبب المشاكل، واللي خسر ولده، واللي خسر زوجته، واللي خسرت زوجها، واللي خسر أمه، واللي خسر أبوه، واللي خسر. في ناس خسرانين داخل هذه البلاد بدون حصر لهم. فهذا هو السبب الأول للمشاكل اللي ظهرت عندنا الفترة الأخيرة. ما في اللي قتل، سحب، لحس، يعني أشياء مرعبة ما كانت شيء موجودة عندنا، وإن كانت موجودة كانت شيء نادرا. الآن زادت بسبب أنه الناس خسروا كثير، وفي ناس مش مستعد أنه يخسر أكثر مما خسر، فيقول لك أنا خلاص وصلت إلى آخري وأنا بموت على حقي، أو بموت على موقفي، أو بموت على كلامي اللي أنا فيه، أو أنه أنا ما بخلي أحد أنه يضغط علي، أو أنه يغلط علي. يعني أشياء مرعبة. فنصيحة للجميع، حاولوا زي ما قلت أنا، والله كل يوم في فيديو أتكلم كذا، لكن كنصيحة أنا مش خسران حاجة. حاولوا تبتعدوا عن الضغوطات، تبتعدوا عن الناس المضغوطين، تبتعدوا عن الناس المأزومين، تبتعدوا عن الناس اللي بيعانوا كثير، اللي دخلوا في مشاكل كثير. لا تضغطوا عليهم،
لا تضغطوا عليهم. في ناس والله بيضغط عليه أبوه، بتضغط عليه أمه، بتضغط عليه زوجته. خففوا على أقاربكم، خففوا على الناس اللي حوالينكم، اتعاملوا بالأمور بهداوة. الحرب هذه ما خلت أحد ولا تركت أحد إلا وأذته، إن كان اقتصاديا أو ماديا أو من أهله أو من أحبابه. الوضع يشتي له هدوء. اهدأوا. الفراغ هذا اللي احنا فيه الآن هو سبب دائما. الفراغ هذا بيجيب البلاوي. احنا الحين ما عاد فيش لا حرب أساسية، هي حرب صارت اقتصادية، والحرب الاقتصادية هذه أخطر من الحرب الأساسية. فنتمنى السلامة للجميع، وتحياتي لكم جميعا.